مبنى فاخر. هذا الموضوع مثير للغاية، وترددت الحقيقة في أني عرضه الأستاذ الكبير أحمد رجب في صحيفة الأخبار نقلا عن مجلة الصياد اللبنانية. والحقيقة هو موضوع يقرب من شخصي، وده مش منهجنا ولا طريقنا، إنما هو بيكشف نمط من التفكير العام للرئيس السابق حسني مبارك، وده بيتقال للتعلم وللعظة للقادمين فيما بعد، لأن بعض ما نقوله في الهجوم على الرئيس مبارك أو أسرته هو مش بس من أجل القصاص والعدالة من الرئيس السابق، وإنما من أجل ردع أي رئيس قادم وأي ابن رئيس قادم. على أي حال ده أشبه بإعلان النهاردة زي ما قلت أستاذ أحمد رجب نقلا عن الصياد اللبنانية. مبنى فاخر 80 متر مربع، أرضية الفناء الخارجي من الرخام المستورد عالي الجودة، قاعة استقبال بها تليفون دولي، 3 أنتريهات جلد أمريكي الصنع، صالون مذهب أثري يعود إلى عصر محمد علي باشا، الأرضية يكسوها سجاد إيراني أحمر، الجدران من الرخام الطارد للذباب، حمام مكسو بالبورسلين الأسود، أثاث من باريس وثلاجة كبيرة، كاميرات مراقبة. التكلفة للمبنى الفاخر 15 مليون جنيه. هذا ليس منتجع لملياردير، بل هو مقبرة رئيس مصر السابق حسني مبارك. إذا هذه مواصفات المقبرة التي جهزتها عائلة مبارك للرئيس السابق حسني مبارك، هل ده منطقي لشخص مقبل على الآخرة؟ وغفر الله لنا جميعا. لست في موقع النصح ولا الإرشاد، والله أعلم مين أفضل من مين، إنما الرسالة اللي عايز تقولها لشخص مقبل على الموت ثم دخل إلى القبر، هل هذه مواصفات قبر يتكلف 15 مليون جنيه؟ إثيوبيا